لا طبعا هي مباراه ال 20 دقيقه بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا. ال 20 دقيقه جابوا 3 بونت مهمين في ظل صحيح مستوى عام سيء جدا لمعظم لعيبه النادي الاهلي في اداء فردي لما اعهدوا من النادي الاهلي حتى في اسوء حالاته بالشكل دوت وبدون روح خالص يعني بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن هو اللي انا المستغرب بالنسبه لنا هو المحله تلعب 70 دقيقه 3-5 او 3-4-1-1 امام فرقه مطرود منها لعيب او بيلعبوا ب 10 لاعبين وهو مطرود من عنده لكن يلعب بالاصرار على الثلاثه. اعتقد ان ده شيء غير منطقي. كان ايه المطلوب يعني اول ما اطرد وائل جمعه كان ايه المطلوب من الكابتن اشرف قاسم؟ يعني التحرر الهجومي شويه يفرد بدل ما يلعب 3-5 يلعب 4 على الاقل ويزود لعيب كمان في الحته اللي قدام بعد وائل جمعه تحديدا. وبعد كده كان ممكن يامن نفسه شويه ولكن اللعب على المرتد طوال ال 70 دقيقه في رايي انا كان شيء غير الاستمرار في الشق الدفاعي 70 دقيقه من اول طرد وائل جمعه 10 لاعبين او 9 لاعبين تحت الدايره برضو بالنسبه لي امر مستغرب جدا. التغييرات ما اعطتش الفريق اي شكل هجومي ولا شكل فيه رغبه او تحرر هجومي بالنسبه للمحله بمعنى نوح سيام استمر كلاعب وسط ملعب. فكره الكره دي مش اوفسايد خالص المساعد غلط فيها. نعم نوح سيام استمر زي ما هو كلاعب وسط ما لعبش في الشكل المعتاد ان هو يلعب كمهاجم مرتده مع حسام عرفات ما عملش الشغل الهجومي اللي يضغط فيه على دفاع الاهلي على وسط ملعب النادي الاهلي اللي هو كان سيء جدا وحسام عاشور والشاب احمد. وفي المقابل النادي الاهلي تغيير بوزيشن اللعيبه في رايي كان رقم 1 بوزيشن لعيبه مش رامي احنا واخدين لقطه واخد لقطه بتاعت الدقيقه 65 رامي ربيعه كراجل مدافع قلب دفاع استغلوا كتير محمد يوسف كلاعب وسط ملعب وده اللي نجح الاهلي. الكره بس دي اللي انا بقول عليها مش تسلل خالص. لا دي ما فيهاش دي فرصه هدف وخد فيها يعني عمرو جمال انذار كمان. هي خطا المساعد الثاني انا للاسف ما عنديش اسماء طاقم الحكام هقوله حالا. اتفضل. تغيير بوزيشن يا كابتن احمد ان طبعا رامي ربيعه يزيد مع عاشور مع شهاب يعني يخلي يقرب من عاشور او يقرب من شهاب فزودوا عملوا كثافه بالنسبه لعيبه وسط الملعب الهجوم بالنسبه للاهلي علشان يقدروا يضغطوا على الكثافه بتاعه 9 لعيبه للمحله. 2 تغيير البوزيشن اللي هو بتاع عبد الله السعيد وشكري ما يلعبوش بعيد يلعبوا قريبين من بعض وتحدهم احمد رؤوف على ال3 المدافعين. ده اللي عمل الشكل الهجومي المميز بالنسبه للنادي الاهلي بالاضافه طبعا تعديل الطريقه بعد كده لعمرو جمال واحمد رؤوف كراسين حربه وتحتيهم عبد الله يمكن برضو ادت ناحيه هجوميه كويسه جدا. ده كله في 20 دقيقه الاولى بالنسبه للاهلي. التحرك بدون كوره كان مميز لعبد الله شويه وشهاب شويه ورامي ربيعه نفس القصه فيمكن عمل شغل هجومي ممتاز للاهلي. ده كله في خلال 20 دقيقه اللي انت حضرتك سالت عليها. اخر حاجه وهي حته الشكل الدفاعي بالنسبه للنادي الاهلي بعد الهدف اللي شفناه بالنسبه للنادي الاهلي وخروج احمد رؤوف هو نزول نجيب كان لهدف معين بس ان احمد حسن ركبه مميز في ضربات الراس وكان عاوز يدي كمان يطلع رامي ربيعه يعمل شغل في وسط ملعب يلعب مع شهاب عشان بعد خروج عاشور ولعب بالاربع مدافعين ولعب براس حربه واحد على اساس الهجمه المرتده. ولكن في اعتقادي الشخصي ان المحله اتاح الفرصه واتاح سهوله المباراه كشق هجومي ما ضغطش كتير جدا. والدليل على هذا ان احنا بنتكلم على خطا وحيد لشريف اكرامي. كوره ديت هي دي الخطوره الحقيقيه يمكن احنا قاعدين مع بعض قلت لك شريف هيغلط دلوقتي من كتر الترجيع ليه الحقيقه يعني. الحقيقيه الوحيده للمحله انما ما شفتش لا كروس اتعمل ولا اي جمله معموله. ممكن يكون الكابتن اشرف معذور لانه واخد فرقه منهكه فرقه يعني ممكن يكون عندها مشاكل كتيره جدا. ما شفتش اي شغل من على الطرفين لا محمود بيزيد ولا محمود ناجي. ما شفتش نوح سيام اللي هو اللاعب السريع اللي انطلاقاته عاليه جدا اقل مباريات حسام عرفات حتى نفس الموضوع احمد حسن ركبه. فانا في رايي المباراه من سهل على النادي الاهلي في ال 20 دقيقه الاولى هو تراجع الغير المنطقي بالنسبه لل9 لعيبه للمحله ورا الدايره. استاذ حسن